حبايب قلبي، غدانا اليوم حبيت أشارك هذا شورت وياكم. تمام، هذه كبدة مالت الدجاج، أنا وأولادي كلش نحبها. وهذا تمن الجزر وهذا تمن الجزر. تمام، أكيد حيكون أكو طرشي وسلطة ويا الأكل. سهلنا وسهلكم، ألف عافية. وهنا حبايب قلبي بلشت بالتمن. والله ما أعرف بهذا اليوم كنت حيرة، ما أعرف شنو أسوي. فعندي كبدة مال دجاج بالثلاجة بالفريزر، طلعتها وقلت يلا خلي أبلش أسوي الكبدة وتمن جزر. همين الجزر عندي يعني أنا مخزنته بالفريزر. فهنا أنا بلشت أسوي التمن. حمست شعرية وراح أخلي وياها الجزر وأحمسهم سوية. دائما يعني أنا أحمس الحشوة كليتها حتى البهارات أخلي وياها. يعني من تحمسون البهارات ريحتها تطلع تجنن، كلش طيبة تطلع ريحتها. وغسلتهم كلش زين ملح وخل، حطيت لهن ماي على حتن وعفتني فورا. اريد اشيل الزفرة مالتهن، تمام، او احتمال ابدل الماي مالتهن، ما اعرف. للاكثر ابدل الماي مالتهن. تمام، اللي راح اسوي ماجي، اوكي، وكاري، ثوم باودر، بهارات جدر، وزنجبيل، وبصلاية مقطعة. ويلا نبلش. هاي حبايبي راح نبلش بالماجي الدجاج. نحط زيت، يعني مقدار 3 خواشق اكل. خلي الزنجبيل، خلي شوية من البصل، شوفوا حبايب قلبي، هنا أنا فارت أول فورة. الزفر مالتها كلش طلع هواية، فقلت خلي أشطفهم شطفة واحدة بالماء البارد على السريع. أهم شي ماي بارد على مود لا تتفلش. وهسه نبلش نحط لها ماي كلش قليل وزيت والبصل حتى تحمس سوية، والبهارات أكيد يعني، لأن هي الكبدة بسرعة تستوي ما يحتاج لها. وهنا أنا حبايبي ثوم مطحون، لأن بصراحة قاموا يحجون يمي وما قدرت أبقي الصوت ففصلته. ثوم مطحون حطينا، بس شنو نسب كلش قليلة، يعني على خاشوقة شاي بس مو مليانة، عرفتوا. بهارات جدر أنا راويت لكم إياها البهارات ببداية الفيديو أتوقع. وأتوقع أني هم الفيديو أكو مقطع إنه شارحت لكم بيه، ما أدري وين صار لكم شلون غسلته مي وخل وملح. غسلته غسلة عدلة وقلت لكم شلون إنه أنا القلب فتحته وطلعت الأشياء اللي بداخله، وغسلته غسلة كلش زينة. يلا حطيته يفور أول فورة، فار أول فورة. الفورة الثانية قلت خليه بعد يطلع الزفرة مالته، وبعدين شطفته شطفة خفيفة بالمي البارد. على الله ألقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. دائما تجي لكم الفيديو أذن العصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. أنا ضفت فلفل أسود وظليت أقلب بيه، وحطيته على نار وسط وغطيته. لا بالبداية مو على نار وسط، على نار عالية، وعفته يعني يفور ياخذ له فورتين 3، وبعدين نصيته وغطيته وعفته على راحته. وهنا حبايبي راح أبلش بعد، راح أحط طبعا حمست الجزر والشعرية، حمستهم حمسة زينة.
وراح أبلش أحط المنكهات اللي هي ماجي. حطيت 3 ماجيات. أنا يعني طبخت 3 قلاصات تمن، بس قلاصات مو كبيرة يعني وسط. حطيت 3 ماجيات، ويا كل شغلة أحطها راح أبدي أحمس لحتى يعني يتجانس وياخذ النكهة القوية. مثل ما قلت لكم، أنا قلت لكم البهارات دائما خلوها تنحمس بالبداية، يلا تبلشون تحطون الأكل، لأنه تعطي نكهة خرافية، يعني كأنه أنتي استوش طاحنتها، عرفتوا؟ يعني ريحتها تطلع كلش قوية وطيبة، تعطي نكهة كلش طيبة للأكل. هنا أنا بديت أحمس شوية شوية لحد ما بلشت بالبهارات. حطيت الكاري، وأتوقع نومي بصرة، أي والله نومي بصرة. حطيت كاري ونومي بصرة وبهارات تمن أبيض. شنو بعد حطيت؟ بنات صاير عندي نسيان مو طبيعي. قرنفل، يعني تصوروا مثلا أنا قاعدة دا أحكي وفاتحة موضوع ودا أحكي بيه وكلش طبيعي لهناك وأسكت، وأخواتي صافنات علي ها أقوهم نسيت إيش دا أحكي، نسيت راحت من بالي. أظل صافنة ما أدري إيش بيا، ما أعرف من الحالة النفسية اللي دا أمر بيها صار فترة بسبب أمي بسبب ابني، والله ما أعرف، يعني صدق عقلي أحس دا يوقف شوية شوية. يلا الحمد لله والشكر على كل حال. الله يسهل الأمور إن شاء الله يا رب. يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر يا الله. الله يشافي أمي وينجح ابني بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حطينا هنا البهارات، أنا الحمد لله مشوفت لكم إياها. راح أحمسها حمسة كلش زينة وأضيف التمن. طبعا التمن أنا من أضيفه مو أضيف فوق المي رأسا، لا، يعني نفس الحالة هتشكو أني دا أحمس من البداية. أحط التمن، أني أغسله وأنقعه فد نص ساعة 20 دقيقة ربع ساعة إذا كلش مستعجلة عليه. تمن محمود تمام. والله مرات أكون مستعجلة حتى أطبخه بدون ما أنقعه، تخيلوا. أفرغه من المي وأحطه فوق الجدر هذا، يعني فوق الأشياءات هذه اللي بالجدر، وأحمسه حمسة كلش زينة. بعد هيك أريد أحس بيه يلشع ببطن الجدر، عرفتوا؟ طبعا راح أدير التمن وأحس الجدر صغير، التمن ما راح ياخذ راحته، فاللي راح أسويه شنو؟ أبدل الجدر. خليكم وياي. هنا بعد ما حمست التمن حمسة زينة ضفت له مي. المي يغطيه بنص، يعني ما أخلي مي بقد التمن، هيك بس مجرد يغطي التمن. وأول ما ينشف رأسا أغطيه، أقلبه تقليبة واحدة وأغطيه، وبعد ما أجي يمه نهائيا إلا ورا تقريبا نص ساعة هيك راح وتقلبيه تقليبة ثانية، راح تباعينه راح يصير لك حبة وحبة، يخبل صدق يخبل. هنا داروي. وهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفاديتوا من عنده. أحبكم كومة. لا تنسوني باللايك والاشتراك. حبيت أشارككم هذا الفيديو بس لحتى أكون وياكم وما أكون منقطعة. أحبكم كومة. وشنو رأيكم بالغدا اليوم؟ انتظروني بالفيديو القادم. مع ألف سلامة.